الجديد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المجال الجديد بتاعك. وبقول لك وحشني جدا طبعا على الهوا، بقالنا كتير ما اتقابلناش وشفنا بعض. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ انت مالك داخل جد ليه كده يا حسين؟ ها؟ مش متعود منك على كده. كله تمام. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انت فين واخبارك مع اليرس ايه؟ حاليا في بلجيكا وخلاص. بالنسبه لليرز طبعا الوفاه اللي فاتت قضيتهم مع الليرز وانتهوا كده خلاص. عقدي كان المفروض ان هو ينتهي في 31/5. والحمد لله طبعا انا اخذت قرار ان انا خلاص مش هجدد تاني مع النادي، لان الكلام ده كان من شهر 12 اللي فات من التجديد وكده. بس انا رفضت بصراحه لان الامور ما كانتش بالنسبه طبعا انت عارف لعب 3 سنين في مصر سواء في اهلي وزمالك وكوره وفي وسط مجموعه كبيره جدا من افضل اللعيبه، وطبعا وجودي بعد كده في لينز طبعا القرار ما كانش سهل شويه ان انا اخده، بس طبعا كان بالنسبه لي كان اهم هدف عندي ان انا اطلع بره الدوري المصري في الفتره اللي فاتت دي بعد الثوره والمشاكل اللي حصلت شويه. فطبعا السنتين اللي فاتوا بالنسبه لي اكيد مختلفين. ان انت تلعب في اهلي وزمالك وتيجي تلعب في نادي زي مثلا فريق ليرس، فريق صغير في الدوري البلجيكي. فطبعا خدت قرار ان انا مش هقدر اكمل ان شاء الله، ان انا اشوف خطوه جديده وتحدي جديد بالنسبه لي. ولاني طبعا حسيت ان مفيش طموح جديد مع فريق ليرس، لان طبعا السنه دي كان ممكن الفريق معرض ان هو ينزل للدرجه الثانيه، والامور صعبه شويه بالنسبه للنتائج. يمكن من 30 ماتش الفرق ما كسبتش كتير، كان في حاجات، فقلت افضل ان انا اشوف طبعا خطوه كبيره بالنسبه لي. والحمد لله انتهيت من سنتين. حسين يعني اتقال اللي انت حسين معلش اللي انا بقاطعك، اتقال اللي انت يعني بعد المشاكل في ليرز ممكن ترجع قطر تاني. هو ما حصلش مشاكل في ليرز، اللي حصل كله ان الفتره اللي فاتت دي طبعا بسبب رفض ان انا اجدد مع النادي. صار من داخل النادي نفسه سواء في دجله او سواء من هنا من النادي، فاستغنى عن حسين ياسر محمدي بالرغم ان عادي انتهى. فمش عارف السبب يعني. كنت من شهر 12 واحترمت ان انا ما اتكلمتش مع اي فريق في خلال الفتره اللي انا موجود فيها، وكملت مع الفريق. طلع الكلام يتقال ان النادي هو اللي استغنى عن اللاعب، وانا ما رضيتش اطلع اتكلم واقول ان انا رفضت ان انا اجدد ولا اعمل اي حاجه. للاسف الشديد ده اللي حصل فعلا زي ما انت قلت كده. الامور اللي اتفرجت في الاعلام بتوضح ان كان في شويه مشاكل في الاخر، بالرغم ان انا عقدي انتهى. ما فيش اي حاجه في التجديد والكلام ده، لان انا اللي رفضت اجدد، لان ما فيش حاجه يعني ايجابيه ان الواحد يجدد عشانها. يعني اكون صريح معاك، انت لما بتحب تروح لفريق اكيد ماديا كان ده الحاجه الوحيده اللي جابتني من النادي بس، يعني العرض المادي اللي جاني من النادي الثاني قبل ما اجي من الزمالك هو اللي خلاني اوافق. دي حاجه طبعا بالنسبه لي انا دي حقيقه. وفي نفس الوقت ان انا طلعت من جوه شفت شويه اللي كانت في الدوري المصري، فده اللي خلاني وافقت. لكن لما جيت وعشت الواقع مع الفرقه مفيش امكانيات تخليك ان انت تبقى افضل، يعني ترجع لورا مش تتقدم. ليه؟ لان الفريق بيلعب مع فرقه صغيره طموحاتها قليله جدا. تلعب 30 ماتش في الموسم، ممكن تكسب 3 أو 4 ماتشات تعادلات والباقي هزايم مع الفرق الكبيره الثانيه. فطبعا اكيد ان انا هرفض، مش هقدر اكمل كده، لان انا كنت افتكرت ان الفريق مختلف وفي مجموعه كويسه من اللعيبه حواليا وكده، وحتى اللعيبه المصريين اللي جم كلهم ما اعتقدش ان كلهم عايزين يستمروا، لان شايف ان الوضع صعب جدا. وطبعا كتر المصريين في النادي يخلي الناس والجمهور بتعامل اللعيبه بعنصريه ومش عايزين اللعيبه اللي موجودين، ومفيش فضل للناس اللي موجوده. فطبعا كل دوت خلاني انا قلت خلاص كده كفايه بالنسبه لي. لكن للاسف طلعوا في النادي قالوا ان النادي استغنى عن اللاعب. يا حسين انا عايز اقول لك على حاجه معلش، انت انا عاجبني اللي انت بتتكلم، عندك ثقه في نفسك كبيره جدا. اللعيبه المهاريه يا جماعه دي بتبقى قيمه كبيره جدا. عندنا النجم وليد صلاح الدين وحازم امام وابو تريكه ومحمد بركات، النجوم ديت وحسين ياسر. النجوم دي يعني انا دايما وقلت لمحمود عبد الحكيم هنا، اللعيب المهاري بتحب تشوفه في رجله الكوره. حسين ياسر وهو في الاهلي كان لعيب متميز جدا، بس من وجهه نظري اللي هو ما خدش الفرصه كامله. كان فاكر يا حسين لما كنت بتسخن كان مستر مانويل بيقول لك ايه؟ والله لا انت حاكي يا حسين، لازم تحكي. لازم تحكي يا حسين. لما كنت بسخن الجمهور بينادي كان بيقول ايه الجمهور كان بيقول ايه؟ والله لا انت قايل. بتغني لي كل يوم. انت اكتر واحد كنت بتغني لي كل يوم انت بركات. وطبعا بيضحكوا وعارفين ان هو كان بيتضايق جدا من الموضوع دوت،
لما جيت قلت لك ساعتها ومشاكل. طب انت رحت له قلت له ايه تاني يوم؟ انت قلت له ايه يا حسين؟ قلت له ما اجرش الجمهور عشان يغني انا عملت ايه. هحكي لكم انا بقى، ده ما هوش عايز يحكي. حسين ياسر كان على الدكه، وكان لما بينزل فعلا كان بيغير الماتش ويعمل لمحات جميله كده، وكان يروح ناحيه بركات يعمل الوانتوات معاه. فتاني ماتش حسين احتياطي، فهو استغرب جدا سكت، وهو عشان كان محترف في البرتغال بيعرف يتكلم برتغالي كويس جدا، فالجمهور بينادي بيقول حسين يا ياسر. راح جاي وهو بيسخن ورا ومستر مانويل ناداله قال له اقعد هنا انا اللي بلاعب مش الجمهور. لقينا حسين قلب برتغالي صح حسين؟ ده كان ماتش الاسماعيلي لما ضربنا في استاد القاهره 1-0 وفلافيو ضيع ضربه جزاء في الاخر، وكان ساعتها حتى كان عندنا ايقافات والمباراه يمكن الوزاره ما كانش موجود ولا احمد حسن تقريبا ما كنتش اللي موجود، بس توقعت ان انا كنت هلعب اكيد والناس كلها توقعت كده. وساعتها الجمهور قعد يهاجم الشوط الثاني بعد ما دخل فينا الجول اول بدايه الشوط الثاني، وفعلا ده اللي حصل انا فاكر. بس طبعا انا عشت فتره جميله في النادي الاهلي، وفعلا احنا كنا موجودين مع بعض، والحاجات دي طبعا هونت عليا بالرغم ان انت عارف لعيب الكوره بيحب دايما يلعب كل حاجه. حسين يعني برضو يعني كنت متالق مع النادي الاهلي، ولكن مع الزمالك كان في طفره في الاداء مع الكابتن حسام حسن هو ماسك الزمالك، كنت مميز جدا. ايه رايك او قول لنا رايك في تواجدك مع نادي الزمالك الفتره اللي انت لعبت فيها؟ زي ما قلت شادي طبعا السبب طبعا بعد ربنا ونجاح نادي الزمالك ان انت تتعامل مع انسان اللي هو المفروض ان هو يبقى رئيس عملك يعتبر او رئيس شغلك في الكوره. كابتن حسام كان هو المسؤول اللي بيراعي الناس وهو اللي بيحط التشكيل. ولما تحس بالانسان دوت ان هو بيعاملك بحب وبيعاملك ان انت انسان مهم عنده، وانت اللي بتفرق معاه وانت اللي بتكسبه او انت اللي مع الكل مش معانا بس، انا بتكلم على الاحساس اللي انت بتحسه ده اللي خلى الطفره حصلت في الزمالك، مش على مستوى الفرد بتاعي بس، على مستوى المجموعه كلها. الزمالك رجع ثاني بشكل افضل والجمهور بدا يجي الاستاد ثاني، وكان في منافسه على الدوري مع الاهلي وماتشات الاهلي كلها كانت جميله والناس كلها اتفرجت على كوره جميله. فهو ده السبب اللي طبعا اللي خلاني فعلا في الزمالك. وطبعا وجود الجمهور وبدا الشيء جاي، وطبعا دي كانت صعبه. انت عارف ان اهل الزمالك دي كانت صعبه جدا مش سهله، وكان بالنسبه لي انا كنت عايز العب، دي اهم نقطه وانت عرفت. ما الوقت دوت كنت انت متالق انت وشيكابالا بشكل كنت دويتو كبير جدا او جامد جدا في نادي الزمالك. مظبوط صح. وطبعا ده اللي انا كنت جاي عشانه في البدايه في مصر لما جيت النادي الاهلي وجيت في وسطيكوا في وسط المجموعه الكبيره ديت اللي كان فيها يعني من احسن اجيال جت في الكوره المصريه. كنت اتمنى ان انا احقق ده، لانه جيت وكنت في ظل المجموعه دي الواحد يقدر ان هو يطور من نفسه، يقدر ان هو يأدي بشكل كويس. لكن طبعا اللي حصل مع مانويل جوزيه طبعا اكيد كان حاجه بالنسبه لي مش هتسيبني ان انا اكمل، لان انا زي ما قلت انا جاي بحب العب كوره في اي مكان. يعني الكوره دي في دم الواحد، اعتقد انت لسه لغايه دلوقتي شادي بتلعب كوره، وكل لعيب كوره في دم الكوره بيلعب لغايه دلوقتي، مش مساله ان هو مبقاش في الملاعب موجود صح. مش هيلعب خالص صح. يعني حسين العصفوره قالت لي اللي ممكن نشوف حسين ياسر في المصري السنه الجايه. والله شادي بص انا كنت صريح معاك. انت عارف لما تبقى لعيب فري بيجي لك عروض من كل حته، يعني مش انا لعيب مختلف ولا حاجه عن اي حد، لا اللعيب بيبقى فري النهارده بيجي له عروض من كذا حته، كذا واحد بيكلمك او كذا مانجر ممكن يكون في البيت او كذا نادي ممكن يكلمك. جالي فعلا اتصالات من مصر، وخاصه جالي اتصال رسمي من نادي الاسماعيلي ومسؤولين فيه طبعا ان انا اكون موجود معاهم ولا كده. وموضوع المصري ده طبعا اتقال في الاعلام وكل حاجه فعلا حصل قبل كده، حتى من السنه اللي فاتت لما كان الفريق كان موجود تقريبا من قبل الماتش المصري والاهلي. وطبعا دلوقتي بيجي له عروض من الخليج وبدرسها، وطبعا جاي لي عروض من هنا. كلمنا اكتر يعني من اكتر من مانجر كلمني، سواء ان انا عندي عرض من بلجيكا او في انجلترا ممكن، او سواء في البرتغال حتى تاني ممكن ارجع. فلغايه دلوقتي ما خدتش قرار الوجهه اللي هاخدها يعني السنه الجايه ان شاء الله فيها. انا دلوقتي قلت استنى المواسم كلها تخلص واخد اجازتي، وان شاء الله باذن الله قريب جدا اخد القرار، واتمنى يكون قرار صح. وانا اتمنى العوده للدوري المصري مش هضحك عليك، واتمنى ان الكره ترجع بالشكل الطبيعي بتاعها، نشوف الجمهور تاني في الملعب ويبقى في الاستاد الجمهور ويبقى في روح، لان الماتشات دلوقتي جميله كل حاجه بس مفيش جمهور ومفيش روح برضه. والدوري من غير جمهور وبالذات الدوري المصري ان شاء الله السنه الجايه يبقى الدوري احسن.